السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا أنا سويت الغداء تبسي مال باذنجان، لأن وحدة من البنات قالت أنتي ما تعرفين تسوين التبسي، وهنا هذا الفيديو سويت التبسي إلها حتى تشوف الطريقة صح لو غلط. بالبداية عندي باذنجان مسويته هالشكل، وبصل وفلفل وطماطة مقطعتهم هالشكل، وكرفس هم ثارمته حتى أخليه بالأخير من يستوي على الوجه. وهنا أنا عندي معجون، وهاي الخضروات كلها راح أقليها وأخليها على صفحة. هنا أبدي بالبداية أخلي الزيت يحمى وأخلي الباذنجان بيه، وخليت تبسي أخلي الباذنجان بيه. وهنا أنا خليت البصل والفلفل. ورا ما استوى الباذنجان عندي خليت البصل والفلفل شوية يذبلون عندي وهم أطلعهم. وهنا أنا آخر شي الطماطة ملحتها وخليت لها شوية كاري، وقللت من الزيت حتى ما يصير هواية. من تذبل الطماطة عندي أخليها فوق التبسي، وبعدين هنا أنا عندي مية طماطة عصرت له حتى يصير طيب، وخليت له خاشوقة معجون وخلطتهم وشوية ملح. وهنا أنا بديت أصفط بالطماطة حتى يترتب عندي. وهنا أنا عندي المي الطماطة والمعجون راح أخليهم بالطاوة شوية يفورون حتى تطلع ريحة المعجون والطماطة، وبعدين أخليه عليهم. وهنا ورا ما فار المعجون عندي راح أخليه على التبسي، وبعدين أخليه شوية على الطباخ تذبل الخضروات عندي شوية بس، يعني يتطبخون ناس ويا ناس، وبعدين أخلي الكرفس عليهم. وهنا خليت شوية يذبل شوية على مود يثخن، وورا ما يستوي أطفيه وأخلي الكرفس عليه. وهنا أنا خليت الكرفس آخر شي حتى ينطي منظر حلو وطعم كلش طيب. وأكيد التبسي لو تمن نسوي وياه لو برغل، أكثر شي إحنا نفضل البرغل، طعمه كلش طيب يصير ويا التبسي. بالبداية أثرم بصل وأخليه على الزيت، من شوية يشقر البصل عندي أخلي البرغل مغسول ومنقع وأخليه على الزيت والبصل. بعدين أخلي ملح عليه وأخلي له مي وشوية فلفل أسود ينطي طعم شوية طيب. راح أخليه يستوي على راحته، وبعدين ورا ما يستوي أكيد أصب الغدا. وهذا الغدا مالتنا ما شاء الله استوى. شوفوا البرغل شلون نثري مو معجن يجنن. وهنا أنا هذا التبسي شكله يخبل ذايب كل الخضروات ماي، أو طعمه كلش طيب وثخين. وشوفوا لي هذا التبسي الطريقة صحيحة لو غلط؟ أنا دائما أسويه بس يعني ما مصورته التبسي بكثرة. ولهنا فيديونا ينتهي، ومع السلامة.